السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالي شوفي مخلل اللفت التحفة ده جدا. تعالي أقولك على سر اللون الأحمر الوردي بدون بنجر لو الناس مش بتحب البنجر. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. أسهل طريقة لتخليل اللفت، أولا أنا نقعاه من امبارح في مية بس عشان لو فيه طين ولا أي حاجة ينزل كل اللي فيه. تسيبيه ليلة كاملة عشان يكون نظيف جدا معاكي. بعد كده هتبدأي تغسليه كويس جدا. انا هبدأ اغسله كويس جدا جدا. وبعد ما غسلناه فضيناه كده في طبق كبير، هنبدأ بقى نقطع منه الحاجات الاخضر دي، اقطعها كلها ونبدأ نشوف طريقة تقطيعه ازاي. هبدأ بقى اقول بسم الله واقطع الاخضر ده من اللفت، وكمان الحتة اللي من تحت. في ناس بتحب تخلي الاخضر ده، لو انت بتحبيه خليه. هجيب بقى سكينة المخلل وابدأ اقطع بيها طرنشات، تقطع الحجم اللي انت بتحبيه. انا بحب الحجم يكون مش كبير قوي ولا صغير قوي، علشان اللي ياكل واحدة ما يسيبش منها. هنا بسم الله ما شاء الله قطعت الكمية كلها. لو وصلت لحد هنا متنسيش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتكتبي لي كومنت حلو. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتشجعوني وتعملوا لي لايك علشان يوصلكم مني كل جديد. هنا انا بضيف معلقتين ملح كده لللفت اللي انا قطعته واقلبهم كده كويس جدا مع بعض. اسيبه بقى يمكن 10 دقايق لحد ما ابدا اجهز المية اللي هضيفها، اللي هي مية التخليل. خلال الفترة دي هتلاقيه نزل كمية مية كويسة جدا. المية دي بتساعد ان اللفت يقعد معاكي لاخر واحدة، ما يبقاش طري ويبقى مقرمش ما يبص معاكي. ده سبب ان انا حطيت له الملح ده، ان انا حطيت له ملح كده وقلبته فيه كويس جدا. بس طبعا ما تكتريش الملح علشان خاطر انت لسه هتحطي ملح في مية التخليل، والملح ده مش هنغسله منه تاني. حاولي توازني. هنا ضفت لتر، حوالي لتر مية. طبعا اللتر مش هيكفي كل الكمية اللي عندي، انا بضيف على حسب الكوباية اللي بعمل فيها دي، كوباية كبيرة او اللي هي علبة الفشار دي. بس هضيف فيها لتر مية. لتر المية بياخد معلقة كبيرة ملح، كمان معلقة صغيرة سكر. لو انتي بتحبي الشطة حطيله معلقة متوسطة كده شطة. السر بقى هنا هقولك عليه، تجيبي اللون الغذائي، لون الطعام الغذائي. لو انتي مش بتحبي البنجر تحطي منه نقطتين، هيخليلك لون وردي وحلو جدا ويفتح النفس. وطبعا ده لون غذائي مصرح بيه، ما فيهوش اي ضرر. انما لو بتحبي البنجر مش مشكله، حطي له بنجر معاه. اضربي بنجر في الخلاط مع الميه دي زي عصير كده وحطوله. بس بصراحه انا مش بحب البنجر فبحطوله كده، بيطلع حلو جدا. بعمله كل سنه بيطلع ما شاء الله حلو، وبيفضل لحد اخر واحده ما بيحصلوش اي حاجه. شايفة بقى لما حطينا الملح كمية المية اللي نازلة دي هي دي اللي نزلت. هنبدأ نصب بقى المية اللي احنا عملناها لللفت عليهم. طبعا البرطمانات دي برطمانات ازاز متعقمة كويس جدا، مغسولة ومعقماها. تبدأي تحطي على كل واحد ويبقى المية مغطياه كده كويس جدا. بعد كده تخلصي الكمية اللي معاكي. انا الكمية اللي معايا بسم الله ما شاء الله عملت لي 4 برطمانات، 3 كبير وواحد صغير. كمية حلوة جدا ومحترمة. بس بقى تقفليه كويس جدا، تخليه البرطمان محكم الغلق علشان ما يعفنش ولا يعمل اي عفونة. وتسيبيه 3 ايام بالظبط هتاكلي منه، هتاكلي احلى مخلي لفت. والف هنا وشفا على قلبك. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتشجعني بكلمة حلوة في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.